اهلا بكم وحلقه جديده من سيدتي، ونحن في انتظار ايام مهمه جدا وداخلين على ايام مهمه جدا في الاحداث السياسيه وخارطه الطريق في الممارسه السياسيه والديمقراطيه والدستور المصري. تعديلات مواد في الدستور، واعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات ايام التصويت خارج مصر وداخل مصر، واعلنت كل التفاصيل الخاصه بسير العمليه الانتخابيه والتصويت. طبعا بنقول ودايما بنكرر من خلال برامجنا أن المشاركة الإيجابية دور وطني، صوتك أمانة، ودايما المشاركة والوقوف بجانب الوطن في أي نداء. أعتقد أن هو ده الوسيلة الوحيدة لتحقيق مصر الجديدة وتحقيق طريقنا في التنمية والبناء والوصول إلى أعلى يعني الأهداف الغالية لهذا الوطن الغالي الذي لا نملك غيره، مصر. أنا عايزة بس أأكد على التواريخ وأفكركم بالتواريخ الخاصة بالانتخابات الاستفتاء. فاحنا بنقول ان خارج جمهوريه مصر العربيه ايام 19 و20 21 اللي هو من بكره ان شاء الله، والسبت، الجمعه والسبت والحد، وداخل جمهوريه مصر العربيه 20 21 22. اذا الجمعه خارج مصر، السبت والحد مشتركين خارج مصر وداخل مصر في الاستفتاء، وهيبقى فيه يوم الاثنين داخل مصر فقط، عشان الجدول كانت ناس كتيره عايزه تتاكد من التواريخ. فاحنا الاستفتاء هيكون من الساعه 9 ل 9، وفي تسهيلات هايله من دلوقتي. ممكن بنخش على موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات وبنحط الرقم القومي، بنعرف مكان اللجنه ومكان ورقم اللجنه واسمي في الكشف بمنتهى النظام. بنروح بالبطاقه، بنقف بسرعه، ما بتاخدش مننا حاجه، بس بنثبت ان احنا موجودين. ده فيما يخص الاستفتاء على مواد الدستور. فيما يخص فقراتنا النهارده ليست بعيدة بأي شكل من الأشكال، لأن إحنا بنقول إن مصر شابة، مصر بتشجع الشباب، ومصر كل المؤتمرات وكل الدعوات دايما تنادي بوجود الشباب جنبا إلى جنب مع مصر. أنا النهاردة التيمة اللي حابة يعني ننقلها ونوصلها لكم، وأنا يعني شخصيا على المستوى الخاص والمستوى المهني بجدد طاقتي الإيجابية، بجدد انتباهي، بجدد رؤيتي للشباب، وبحس بالأمل وبإن في بكرة حلو مع الشباب لما بيكون معانا شباب إيجابي من جامعات المصرية. النهاردة الفقرة الأولى مع شباب رائع من كلية صيدلة جامعة القاهرة، والفقرة الثانية مع شباب رائع من كلية إعلام، وهنتعرف عليهم وهنتكلم معاهم وإزاي هم مشاركين بإيجابية في هذه الفترة الهامة في مصر. هنروح لفاصل ونبتدي نعرفكم بيهم، ونبتدي حوار رائع مع شباب زي ما بنقول بالمصري كده زي الفل. يلا بينا. من خلال شاشة المصرية بنوجه دعوة للإيجابية، وبنقول إن التواجد الإيجابي في كل موقف الوطن يناديك فيه، سواء كنت خارج مصر أو داخلها، ده بيؤكد وجودك كمواطن فعال في هذا الوطن. اسمحوا لي أرحب بشبابنا اللي منور الاستوديو النهاردة، شباب كلية صيدلة جامعة القاهرة، يوستينا أيمن وسلمى أسامة ويوسف هشام. أهلا بيكم، منورنا. انا عايزه اقول بس في الاول قبل ما نتكلم على موضوعكم، لان موضوع مهم جدا ولا ينفصل عن هذا الوطن ودور الشباب فيه. انتوا مؤمنين ان الصوت امانه، ان لازم الانسان يشارك في الانتخابات وصوتك مهم طبعا في اي نداء طبعا للوطن. ده دورنا احنا، ده مستقبلنا احنا اللي بنحطه بايدينا دلوقتي. يعني دي فرصتنا ان احنا نقول عايزين بلدنا تبقى شكلها عامل ازاي. لازم كلنا ننزل نشارك، لازم نبقى ايجابيين، ما ينفعش نستسلم، لا ننزل نقول راينا وننزل نبني بلدنا. ده مستقبلنا احنا. صحيح. احنا ده المستقبل اللي هنعيش فيه. الدولة بتهتم بيكم جدا وبتهتم بالشباب جدا، فاعتقد ان ده لازم كمان يكون باثبات من خلالكم للرد. ده حق الدولة علينا اصلا ان احنا وتأكيد ده بالظبط ان احنا ننزل ونقول رأينا ونشارك ايا كان رأينا ايه، لان دي امانة علينا. صحيح، لازم نعملها. ايوه. صوتك امانه طبعا، هتنزلوا تشاركوا في لازم. هايل. نروح بقى لموضوعكم واللي هايل جدا، وهو حمله قوميه قامت بها مصر، وهي الحمله الرئاسيه للقضاء على فيروس سي. وهذه الحمله طبعا بترعاها وزاره الصحه، وكلنا رحنا ونزلنا في مراحلها المختلفه وعملنا هذا التحليل. ولكن الشباب اللي معايا شباب صيدله قرر انه من خلال الجامعه والدور الواعي لمشروع التخرج بتاعهم يكون في توعيه للمواطن المصري في هذه الحمله. مش هتكلم انا كتير، هم بقى اللي هيتكلموا وياخدوا وقتهم تماما. ونقول الاول بدايه كده، ازاي الفكره جت، اتكلفتوا بيها ازاي، وعددكم كام؟
احنا مبدئيا احنا في طلبه سنه ثالثه في كليه صيدله جامعه القاهره، صيدله اكلينيكيه. كان في ماده صيدله المجتمع اللي هي كوميونتي فارماسي تحت اشراف دكتور نرمين صبري ودكتور سمر فريد. كلفنا احنا بمشروعنا ان احنا حمله توعيه، وطبعا باهتمامهم بالمشاريع اللي في الدوله وحملات الدوله فمعاهم بنشتغل. فكان في حمله 100 مليون صحه اللي هي بتتكلم عن فيروس سي. احنا كمان عملنا حمله الفيروس سي عشان نوعي الناس بايه هو فيروس سي، ايه طرق العدوى، ازاي نعالجه، ازاي نتوقع ان هو ما يجيلناش اصلا. فاحنا حملتنا بتتكون من 57 واحد متقسمه ثلاثه تيمات. التيم بيحط الافكار، والتيم بيبتدي يوظف الافكار دي ازاي، والتيم بيبتدي ينفذها على ارض الواقع. نزلنا جامعات، نزلنا مدارس، نزلنا اماكن عامه، عملنا صفحه على الفيسبوك عشان نوصل لاكتر قدر ممكن من الناس ونعرفهم ايه هو فيروس سي وازاي تبعد عنه. ولسه بنكمل، وحاطين في خططنا ان احنا ننزل قرى ونعرف الناس اكتر عن المرض وازاي نتوقعه. وكمان كنا بنعرفهم فين اماكن الحمله ان هم يعملوا فيها التحليل، وايه هو التحليل، وما نقلقش امتى ونقلق امتى. زي ما احنا قلنا ان الحمله من الجامعه وانتم مكلفين بيها، وانتم 57 طالب. لكن اولا انا عايزه اعرف اسم الحمله ايه اللي انتم عملتوا لها اسم خاص بيها، وفي سر لتسميه الحمله. هو اولا احنا اسمنا حاله طوارئ سي. حاله طوارئ سي. حاله طوارئ سي، تمام. الحمله اسمها جه منين؟ اسمها جه من ان احنا عايزين نستهدف كل فئات المجتمع. فاول حاجه لما تقولي لحد احنا حاله طوارئ سي بيستغرب جدا. ايه حاله طوارئ سي؟ فبنقول لهم ان احنا حمله توعيه عن فيروس سي. الاسم بيشدهم جدا ان هم يعرفوا، فبنبتدي واحده واحده نعرفهم لا ان فيروس سي دلوقتي مش حاله طوارئ، بالعكس بقى مرض سهل ان احنا نسيطر عليه، بقى مرض ليه علاج دلوقتي، بقى مرض سهل ان احنا نوعي عنه. الجزء الثاني من المجتمع جزء الاطفال. الاسم مرتبط بكرتون هم بيحبوه، فالموضوع يبقى ريليتابل بالنسبه لهم ان هم يتشدوا لاسم الحمله ويشاركونا فيها ويسمعونا للاخر. يعني انتوا عاملين الاسم توعيه للكبار والاطفال. بالظبط. تمام. طيب ممكن نقول نزلتوا فين، عملتوا توعيه ازاي، استجابه الناس معاكم، خصوصا ان انتوا طلبه، يعني طلبه جامعه مش من الوزاره. احنا نزلنا عندنا الكليه، نزلنا 3 ايام، ونزلنا رحنا جامعات تانية ورحنا مدارس. المفروض لسه هنكمل زي ما ياسين قالت، هنروح كوره لسه قدام. وكنا بننزل ساعات اماكن عامه والشارع، نبتدي نتكلم مع الناس ونوعيهم بسبب يعني عشان الموضوع ده خطير جدا، المرض فيروس سي. ايوه. طب احنا هنشوف الفيلم الخاص بيكم علشان كمان المشاهدين يشوفوا رسالتكم ودوركم والمشروع الرائع الخاص بكليه صيدله جامعه القاهره، ونرجع نكمل كلامنا مع الشباب اللي زي الورد ده. حلوة رسالة زي ما احنا بنقول حتى هنا في الإعلام، يعني لو شغل الاحترافي رسالة سريعة، سلوجان سهل، فبتوصلوا رسالة، وانتوا دوركم توعية، فمش محتاجين أكتر من كده إن الرسالة تكون مباشرة. بس برضو نحب نعرف أكتر فيروس سي مبدئيا
اسبابه او بيتنقل العدوى منه ازاي من خلال الفيلم؟ احنا حابين من خلال الفيلم نوضح للناس ان فيروس سي اساسي بيتنقل عن طريق الدم. يعني علشان الشخص يصيب بفيروس سي لازم دم شخص مصاب يختلط بدم شخص سليم، ساعتها هيكون في عدوى من فيروس سي او نقل فيروس سي. ده بيكون من خلال حاجات كتيره في يومنا. فرش السنان اللي بنستخدمها لازم كل واحد طبعا يستخدم فرشته بتاعته. نقل فرش السنان هيجيب. مواس الحلاقه لما ينفعش استخدم موس مش بتاعي او موس مستخدم من اكتر من شخص. كمان الوشم والحاجات ديت لازم تكون يعني يعني معقمه وللشخص نفسه مش لاكتر من شخص. كمان لو بتبرع للدم لازم اكون واثقه كويس قوي من المصدر اللي هتبرع له الدم، لانه السرنجه ما ينفعش خالص تبقى مستخدمه لاكتر من شخص. كل الحاجات دي عباره عن نقل دم. ادوات الكوافير والحاجات دي كلها لازم الحاجات دي تكون معقمه تماما ولشخص واحد، استخدام واحد بس، ما ينفعش اكتر من حد. تمام. ليه فيروس سي في مصر وليه الحمله دي في مصر؟ تمام. فيروس سي في مصر ليه؟ لان مصر من الدول اللي فيها عدد كبير جدا من المصابين بفيروس سي. يعني بالنسبه لحمله 100 مليون صحه، الاحصائيات الاوليه بينت ان 5% من السكان مصابين بالمرض، ودي احصائيات اوليه بس. فما بالك بعد كده لما يكملوا ايه النتيجه اللي هتطلع. فاحنا محتاجين ان احنا نوعي الناس بيه. هو الاصابه شديده ليه او كتيره ليه عددها؟ لان مفيش وعي كافي بالمرض. فزي ما يوستينا قالت احنا محتاجين نفهم الناس ان لا، بيتنقل بكذا وكذا وكذا، وان كل واحد يخلي باله من نظافه ادواته الشخصيه، من الحاجات اللي هو بيستخدمها علشان ما تبقاش سبب ان هو يجيله مرض زي ده. يوسف، قسم الصيدله اكلينيكيه، ناس كتيره ما تبقاش عارفه قوي التخصص ده في كليه صيدله، وتوظيفه مع فكره الحمله، وظفتوه ازاي؟ يعني بتشتغلوا من خلال تخصصكم والحمله ازاي؟ هي دكتوره نيرمين صبري وظفت لنا الحمله ان احنا 100 مليون صحه عشان نقدر نشارك بيها في اللي هو المجتمع، ونقدر نتكلم معاهم، ونقدر ننزل ونتفاعل مع الناس، وما يبقاش بس مقتصر ان انت قاعد بتذاكر بس وقاعد. يعني لازم الصيدلي ليه دور، ننزل الشارع ويتكلم مع الناس ويوعي الناس ايه الاخطار بتاعت فيروس سي وازاي بيتنقل. واحنا نازلين بكذا حمله، في حمله بتاعت تخسيس نازله بيها، كمان في حمله بتاعت المخدرات برضه نازلين. يعني احنا كلنا يعني القسم كله شغال ان هو نحاول نوعي الناس باكبر عدد ممكن. يعني فكرة ان الشباب يتطوع ويشارك مع الحكومة والمشاريع الكبرى الاجتماعية الصحية الوطنية للدولة بمجهوده بعلمه في مجال تخصصه، ده شيء رائع. انتوا عاملين مبادرة بايونير، يعني انتوا رواد هايلين من خلال كليتكم ان انتوا تنزلوا تعملوا ده. ودايما يقولوا الشباب مكسل، الشباب عايز فلوس، اصل الشباب عايز، لا انتوا عاملين ده بطيب خاطر، بتدوا علمكم وبتوعوا الناس. انا شايفه ان انتوا قاعدين مع الناس تتكلموا معاهم. يعني ايه اكتر الاسئله اللي كانت دايما بتجيلكم عشان الناس تفهم اخطار فيروس سي؟ الناس كانت بالنسبه لها مقتنعه مثلا يعني باعتقادات خطا تماما. لو عرفت ان حد مصاب بفيروس سي لا مش هسلم عليه، صح. لا مش هلمسه، عشان عندهم معلومه انه الفيروس بيفضل عايش بره الجسم فتره معينه. دي صح تماما، بس عشان يتنقل لازم دم. فما ينفعش ان انا اشوف حد مريض فيروس سي لا مش هتعامل معاه، لا مش هلمسه. ده معتقدات قعدنا نفهمها للناس كتير. يعني مريض فيروس سي كل معاه، مريض فيروس سي عادي اتعامل معاه، يشتغل معاك، بس ما ينفعش تنقل دم، ما ينفعش تستخدم حاجات بتساعد على نقل الدم. ناس كتير كانت بتقول لنا طب وفي ناس كانت فاكره انه عن طريق اللمس. اللمس وما نسلمش على حد، لا خالص، فيروس سي لازم دم عشان يتنقل. كمان كانوا بيسالونا ازاي التحليل لو طلع ايجاب ده حاجه غلط ولا لا. فهمناهم ايه هو عباره فكره التحليل اللي اتعمل تبع حمله 100 مليون صحه، انه لا التحليل بيبص اذا كان في اجسام مضاده في الجسم ولا لا. ان اي فيروس بيخش جسمنا، الجسم كرد فعل مناعي بيكون حواليه اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتفضل في الجسم حتى لو الشخص ده خف من فيروس سي. فتيجي نعمل التحليل يبقى ايجابي، الناس تتخض. فهمناهم لا انت مش المفروض تتخض دلوقتي، في تحليل ادق لازم نتبعه، وبعد كده وبحدد حتى لو طلع فيه فيروس سي لا دلوقتي العلاج بقى متوفر والحمله يعني وفرته لنا. كمان حابين نشكر الدكاتره بتوعنا، دكتور نرمين ان هي سابت لنا فرصه ان احنا نتعامل مع الناس، سابت لنا فرصه ان احنا نشوف كدورنا كصيادله واحنا طلبه لسه طبعا يعني دي خبره رائعه للتعامل المباشر مع الناس. واتعاملنا مع فئات كتيره جدا، يعني من الفئات الدكاتره لفئات العمال، وكانت كل فئه بتدينا خبره ان احنا ناخد منهم ازاي ايه معلوماتهم عن المرض ونصححها لهم ونحط عليهم. يعني انت عارفه جزء كبير جدا من الطب، يعني الصيدله او الطب لازم يبقى فيه جزء انساني.
مش كل الناس عندها ده، فان انتوا تدربوا على الجزئيه دي وتحمل المسؤوليه وفهم الظروف اللي حواليكم، انا شايفه ان ده مشروع هايل. المفروض ان انتوا توصلوا في نهايه هذا المشروع لايه؟ يعني ايه اخر المشروع ده؟ ايه اللي هتقدموه؟ تمام، هو مبدئيا توعيه ملهاش اخر، ان دايما هيبقى في حد مش عارف ان في مرض، او دايما في حد عارف ان لا العاده دي مش صح او غلط. فاحنا دورنا ما بيخلصش خالص، احنا سواء كنا طلبه او بعد ما نتخرج، اي صيدلي دوره ان هو يوعي الناس اللي حواليه باي مرض موجود. صحيح. تمام، لان ده دورنا، يعني ده واجبنا اصلا، ان احنا خلاص احنا خدنا العلم، فاحنا لازم ان احنا ننفع الناس بيه. صح. تمام، ده اولا. ثانيا بالنسبه للجانب الانساني، احنا في الكليه او بره عموما لما كنا بنسال الناس عن طرق انتقال المرض، وعرفنا ان هو فاكرين بيتنقل باللمس والحاجات دي، لقينا نماذج من ناس فعلا اتصابوا بالمرض. يعني احنا شفنا حد كان اتصاب بالمرض وفعلا كان لقى معامله وحشه جدا من الناس اللي حواليه، اللي هو بعدوا عنه بطريقه مش طبيعيه. فلا احنا بنحاول نوصل يا جماعه لا، المرض بيتنقل بالظبط زي ما سينا قالت عن طريق الدم بس. دم ما يخليكش تخاف من شخص عنده فيروس سي. تمام. لقينا كمان حاجه، ان الناس فاكره ان المرض بيتنقل عن طريق الاكل. ده مش صح. هو في الفيديو لو شفتي ان كان بياكل عادي، احنا حطيناه في الفيديو ليه؟ لان الحاله الوحيده اللي ممكن الفيروس يتنقل بيها عن طريق الاكل ان الشخص يكون عنده جروح في القناه الهضميه بتاعته، فالدم اللي دخل في الاكل يدخل من الجروح دي. فلا، فيروس سي مش بيتنقل بالاكل الا في حالات خاصه جدا. تمام. زي كده. يعني يوسف، انت هتختم الفقره، تحب تقول ايه سلوجان او تحب تختم الفقره الخاصه بيكم ازاي؟ احنا حملتنا خليك في السليم وصحتك تهمنا. احنا بنحاول بس ان احنا نوصل لكل الناس ان لو حد جاله فيروس سي، او لو حد طلع ان التحليل مع طبعا 100 مليون صحه طلع ايجابي، لا ده مش معناه انه يخاف. لا، ممكن يكون كان عنده المرض او خف منه، يتاكد انه بيروح يعمل تحليل تاني اسمه PCR بيتاكد فيها من نشاط المرض، او انه بياخد دلوقتي عينه من الكبد ويحللوها والكلام ده كله. وان دلوقتي برده الدوله بتوفر ادويه وبتوفر حاجات سواء كانت بالمجان او يعني الناس تقدر متوفره دلوقتي اللي هو العلاج. وسهل بقى، سهل مرض فيروس، يعني الحمد لله الدوله بتحاول يعني تحاول تسيطر عليه يعني عشان ما يكبرش. حملة 100 مليون صحة حملة أشاد بها كل العالم، وحملة أعتقد أنها من الحملات التي ستكتب في التاريخ المصري في التوعية وفي مكافحة مرض هام جدا زي فيروس سي. مصر كل الأنظار تتجه إليها، وهذه التجربة المصرية تجربة رائدة، ووجود شباب زيكم في كلية صيدلة بيعملوا مشروع التخرج بمشاركة بمنتهى الإيجابية بهذا الشكل شيء يشرفنا، وشيء كمان يخلينا نفرح أن الجامعات المصرية بالدكاترة بالتخصصات فاهمين إزاي يعملوا اللي الدولة بتنادي بيه، وهي مشاركة الشباب الإيجابية في كل شيء يخص المجتمع. بشكركم جدا بجد، نورتوني، وبالتوفيق وإن شاء الله تجيبوا أعلى درجات وشنا يبقى حلو عليكم إن شاء الله بإذن الله. احنا بنقول زي ما الولاد في صيدلة بيعملوا الصح، احنا كمان لازم نعمل الصح.